مجهود رهيب، كمية زحمة تقريبا مصر كلها هنا النهارده بتفطر. هو مش سوء تنظيم، هو الناس كتير فوق طاقتها. الحكايه كلها بدات لما شله صحاب قرروا ان هم يفطروا مع بعض في الشارع، ولما بداوا ما يفوتوش ولا سنه الناس عجبتهم الفكره، واحده واحده الجيران ابتدت تشاركهم الفرحه سنه ورا سنه، لحد ما بقت فرحتهم بتسمى بافطار المطريه. رحنا هناك وصورنا وسالنا اهل الحته على كل التفاصيل. اصلا كام شارع السنه دي؟ خمسة. السنه اللي فاتت كانوا 3 اصلا. زودوا عشان العدد كبر، وفي ناس ما دخلتش اساسا لقت مكان من اهل الشارع. اهل الشارع اللي احنا اهو ما لقيناش وجبات اساسا نفطر بيها. طب اللي عايز مثلا يجي يشوف الافطار ده كل السنه الجايه مثلا يعمل ايه؟ واحد عادي مش لا بيصور ولا منظم ولا اي حاجه، واحد من بره حتى المطريه هيجوا يقف طابور زي غيره، والناس المشرفين هم اللي هيدخلوه. ده اللي حصل النهارده. اللي حصل النهارده زحمه بقى اللي احنا كنا حاطين في بالنا، اللي احنا الناس كانت بتزق البوابات، كسرت البوابات. انا شفت فعلا حد كسر بوابه وقعها. الناس كسرت البوابات وحصل مشاكل شفت فعلا. بس للاسف السنتين بتوع الكورونا الافطار ده اتوقف. السنه اللي فاتت بس 2023 منظمين بتوع الافطار كانوا مجهزين 4000 وجبه لحضر 7000 فرد، والسنه دي جهزوا اكتر من 10000 وجبه لحضر السنه دي الفطار مصريين واجانب. عايزين نعرف المكان فين بالظبط. في عزبة حماده في المطريه، وده المكان بتاع الحفله اللي بتكون بعد الفطار للناس اللي بتغني فيها. طبعا انتوا شايفين الزحمه قد ايه، ده غير الناس اللي كانت واقفه فوق السطوح وواقفه في البلكونات بتتفرج. كمية زحمة تقريبا مصر كلها هنا النهارده بتفطر او معزومة مش عارف. طب هل اهل المنطقه بيدفعوا فلوس في الاكل ده؟ هو كله بيجمع وبيشتروا بالاكل. يعني كل مثلا شقه بتجمع من الثانيه، طب مين اللي بيكون مسؤول عن التجميع ده؟ لا، الناس اللي هم اصحاب الشارع. صحاب الشارع. يعني مثلا الناس الكبيره وكده، ولا المشرفين؟ المشرفين ليهم للاكل تجيلهم، الصواني المشي وكده تجيلهم وهم يعبوها. زحمة بطريقة غير عادية، هو مش سوء تنظيم بس هو الناس كتير فوق طاقتها. ربنا معاهم. طب انت كمنظم بتقعد كام يوم قبل الفطار، قبل يوم 15 بالظبط بتفضل ان انت معاهم يعني بتقعد كل ساعه في اليوم تقعدوا تجهزوا في الحاجه؟ قبلها باسبوع، قبلها باسبوعين. تبتدوا مثلا قبلها باسبوع من الساعه قبلها كام للساعه كام؟ باسبوعين. قبلها باسبوعين من الساعه كام للساعه كام؟ من الظهر لحد بالليل. طب واللي عنده اشغاله؟ بيروح شغله وبيجي. تمام. يعني الناس كلها مثلا انا عندي شغل الصبح مثلا بخلص شغل الصبح وارجع. اللي بيخلص شغله بدري بيجي. في ناس النهارده لغت شغلها. لغت شغلها طبعا اساسي. وبرضه من الحاجات الحلوه انهم حاطين صور للناس المتوفيه زي احياء لذكراهم وكده يعني. وانا اهي يلا رجاله. احلى رجاله. اجواء عالميه. احنا هنا جينا نقف في حته كده، على الشباب ساعدوني ان انا عشان معايا التليفون وكده، الشباب ساعدوني ان انا اجي اقف في حته كده يعني في الكورنر. فالشباب احلى رجاله اهي الشباب دي والله اجدع رجاله بجد. سابوني اقف هنا عشان اعرف على الاقل اصور شويه. فلا ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. ربنا ما يقطع هذا يا رب، ربنا ما يقطع هذا. طيب خلوني احكي لكم ايه اللي حصل سريعا كده قبل ما على الفطار يجي وقت او المغرب يدن. النهارده انا نزلت رحت الميدان المطريه بالظبط، كلمت واحد قبل ما اروح من المنظمين، راجل في قمه الاحترام والادب، اداني رقمه قال لي تعالى ومالكش دعوه وهتصور وعادي جدا مفيش اي مشكله. جيت هنا دخلت، اول ما دخلت ميدان المطريه لقيت في كل الناس بتقول عزبة حماده عزبة حماده. اول ما جيت لقيت زحمه غير عاديه. لما شافوني معايا الترايبود والكاميرا وكده دخلوني على طول، الاورجنايزر هنا دخلني على طول قال لي ادخل. دخلت لقيت الجمال ده كله. يا جدعان الشباب روحهم جميله جدا جدا، متعاونين جدا جدا مع بعض، ربنا يوفقهم في اللي هم بيعملوه. دي السنه العاشره، هم بداوا الموضوع ده من 2014. ربنا يكرمهم يا رب. وبامانه هو التنظيم على قد ما بيقدروا، لان العدد كبير جدا جدا جدا، وهم يعني ده
شارع واحد بس من المفروض ان هم تقريبا في 4 أو 5 شوارع رئيسيه حاطين فيهم ترابيزات. ربنا معاهم وربنا يكرمهم ان شاء الله، حاجه زي الفل. وكل الكلام اللي انتوا شفتوه ده كان قبل اذان المغرب، لكن بعد اذان المغرب بتبقى حاجه تانية. احسن فتره بقى لما الليل يليل عليك والانوار تبتدي تشتغل. بالظبط نفس المنظر اللي كان في اعلان اورنج بتاع السنه دي بتاع احمد عز. طبعا كذا واحد هيسال انا ليه مش مغير الكادر، لان انا مش عارف اتحرك. بصوا طيب كم شارع مثلا الفطار ده بيكون فيه؟ 5 شوارع. 5. اسمهم ايه بقى؟ لا النهارده السنه دي مزودين شارعين. امتى يا بلال ابتديت ان انت تشارك في التنظيم بتاع رمضان؟ السنه اللي فاتت 2023. 2023. طب هو اصلا بادئ من سنه كام التنظيم الافطار الجماعي ده؟ من 2012. من 2012. عشان في سنتين لغوهم عشان كورونا. طب هل كون ان انت منظم انت بتاخد اجر على اللي انت بتعمله؟ لا بعملها لله. الناس الطباخين هم اللي بياخدوا. بتبداوا انتوا كمنظمين في الفطار الضخم ده، بتبداوا ان انتوا من امتى؟ بص احنا بنبيض كل حاجه قبلها باسبوع تمام، ونبتدي نقسم بعديها. بنبتدي بقى في يوميا نفرش من بالليل. تمام. الصبح الساعه 9 نبتدي بقى نفرش ونجهز الاكل وكل حاجه. اهل الشارع هم اللي بيعملوا الاكل بتاع الفطار ولا بتجيبوا طباخين من بره؟ لا ما بنجيبش الطباخين، هم اللي اهل الشارع اللي بيعملوه، كان البيت وكده. كده يكون الفيديو بتاع النهارده خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك سبسكرايب وشير للفيديو عشان الفيديو اكتر عدد من الناس يشوفوه. ان شاء الله الفيديو يعجبكم يا رب، وان شاء الله كل سنه هنيجي نصور. سلام.